السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، احوالكم طيبه. ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد، وصفه جديده، نتمنى انها تنال اعجابكم واستحسانكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من تعاليقكم المحفزه ومن لي لايك ديالكم فضلا وليس امر. شكرا لكم مقدما. بالنسبه اليوم غادي نشوف مع بعضنا تيراميسو اللي تيجي رائع ولذيذ. نتمنى تتابعوا الوصفه من الاول حتى الاخر. بالنسبه لي انا استعملت هنايا هولالا. هولالا هذه يمكن لك تستعمليها للطبخ والحلويات. كاينه هولالا الاخرى اللي كتكون حلوه، هذه ما حلواش. بما ان عندنا دوك لي بودواغ زايدين في الحلاوه، انا من الناس اللي ما تنبغيش الحلاوه بزاف. في يعني حلوين. وغادي حتى الكريمه غادي نضيفوا معها واحد المكون اللي حتى هو حلو. دونك انا حاولت انني ندير هذه اللي كتكون محلواش، ما غاديش نزيد السكر. الا كتبغي انتي الحلاوه بزيد يمكن لك تضيفي فيها سكر اولا ديري هولالا الاخرى. صافي هنايا غادي ندير 3 ديال الكؤوس بقياس العنبه. كيف ما شفتوا درت الاول، غادي نزيد الثاني. كتجي رائعه هاد الوصفه، خصوصا اللي عطيتوها الوقت انها تبقى تبرد على خاطرها كتجي غزاله. هنا عندي 250 غرام ديال مسكاربون كيف ما كتشوفوا. غادي نضيفها للكريمه اللي عندي، وغادي نخدم هذا الشيء بالضراب الكهربائي اولا الباطو. نخدمهم مزيان مزيان حتى ينسجموا، ونحاول انني الكريمه نخليها مويلو، ما تعقدش الكريمه ديالنا، بحيث انها الا قلبتي شويه داك البول اللي هي فيه بحال اللي سايحه شويه بغينا نقولوا، يعني ما كطلعش بحال الكريمه اللي كنديروا في لي غاطو. داكوغ. هنايا ضفت 2 دانيط فلون كيعطيها لذه رائعه البنات. كيف قلت لكم هذا هو المكون اللي فيه الحلاوه اللي غادي نضيفه. وغادي يجيني يعني جاني تيراميسو اللي الحلو ديالو حلو، كتاكليه ما تيقهمكش ما تيقهركش، داك الحلاوه ديالو كيجي معتدل. هنا عندي كاس ديال القهوه، وغادي نبدا هكا نغطس داك لي بودواغ اللي عندي في القهوه ونحطهم في المول اللي عندي. المول ديري اللي عجبك، مربع ولا ديري اي حاجه، المهم انتي ولا ديريهم فرديين ولا حسب الرغبه ديالك. غادي ندير الصف الاول نكملو كله كيف ما شفتوا كنقادوه مزيان، وغادي نضيف نصف الكميه ديال الكريمه نحطها هنايا. وحاولي انك ملي تحطي الكريمه تكون الوسط، وهكا كتجيبي واحد سباتول ولا شي حاجه اللي غادي صافي توزعي بها داك الكريمه من الاحسن هكا. او الا عندك بوش لي دوك لي بوش لي تيتباعوا ديال الكريمه اللي تنديروها تيتباعوا غير بدرهم الواحد، وكتقطعي شويه وكتخدمي بها هكا كيدير لك كريمه طبقه متساويه. كنهضر مع المبتدئات، اما الحمد لله عيني ميزانيه يعني تنجيب الحاجه عبار. صافي غادي ندير عاوتاني الطبقه الثانيه على هذا الشكل، نحط فوق منها ما تبقى من الكريمه، وهكا كتكون واجده عندي. غادي نليسيها مزيان درت لها هكا خطوط غير عشوائيه. المهم انا باغا غير للدار هكا، يعني الا كنتي عاوتاني باغاها شي مناسبه ولا عندك ضياف ولا هذا راه عاوتاني حاجه اخرى. صافي وغادي ندخلها للثلاجه. من الاحسن انا بقات غير ساعتين، ما بغاوش يصبروا عليها كيموتوا عليه، فدغيا قطعتها وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. وهنايا يمكن لكم تخليوه حتى 6 سوايع، راه قد ما قبض فراسو قد ما كيجينا رائع البنات. هنا عندي الكاكاو، غادي نديرو على الوجه ديال نغطي الوجه ديالها كامل بلا كاكاو، تيعطينا داك المروره مع الحلاوه ديال لي بودواغ مع داك الماسكاربون، فكيجي واحد المذاق هائل. وحتى دانيط فلون كيعطيها لذه لا تقاوم، ما تشبعيش منه وفي نفس الوقت ما تيتخمكش. دونك تاكلي اللي تاكلي منه راه زوين بزاف البنات. صدقوني نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم. كيجي على هاد الشكل كيف قلت لكم انا زربوا عليه ما بغاوش يخليوه ليا حتى يشد راسو. وصافي كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق محفز، بارطاج مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. الى فيديو اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.